السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ تخيل معايا ان انت كده بس بتصحى الصبح هتروح الشغل، وقبل ما تبدأ يومك هتلاقي قدامك كوم ورق وكوم ملفات اكسل وايميلات روتينية، ولازم ترد عليها كلها وتحس ان وقتك بيضيع في حاجات ممكن تتعمل في ثواني. ده بيحصل ولا لا؟ طيب، في الدقايق اللي جاية هعرفك ازاي التكنولوجيا اللي بنسمع عنها كل يوم والاي اي ممكن يحول المهام الروتينية دي لحاجة سهلة وسريعة، وتخليك تركز على الشغل اللي بجد محتاج منك تفكير وإبداع، وما تعطلش يومك في حاجات روتينية وزحمة كتير. بس علشان السلسلة دي توصل لأكبر عدد ممكن من الناس ويستفيدوا منها، محتاج لو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك، عشان ده بيشجعني أكمل وأقدم لكم كل جديد ومفيد إن شاء الله. بس قبل ما ندخل في التفاصيل كده خلينا أجاوب على سؤال بيجي في بال كل واحد فينا: هو ال AI جاي ياخد مكاني في الشغل ولا لأ؟ هو الإجابة ببساطة خالص لأ. هو ال AI مش بديل، هو مساعد قوي جدا علشان يكون معاك زي سكرتير أو مساعد، بيشيل عنك كل المهام الروتينية والمملة والمتكررة. فده بيخلي عندك وقت ومجهود تركز بيهم على الحاجات الأهم، زي تطوير الموظفين أو وضع خطط استراتيجية مستقبلية للشركة. فعلشان نفهم الموضوع صح خلونا نتعرف على 3 مصطلحات أساسية بسيطة جدا، وهي اللي بتعتبر المحرك ورا كل الشغل دوت في ال AI. أول حاجة نتكلم عنها الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI أو الجين AI، وده أول مصطلح هنتكلم عليه. وده المحرك الإبداعي، مش بس بيحلل البيانات الموجودة، لا ده كمان بيقدر يخلق محتوى جديد تماما زي نصوص أو صور أو فيديوهات. فأنت مثلا زمان كنت بتكتب إعلان وظيفة وكنت بتقعد ساعة أو أكتر تفكر في كل كلمة وتنسقها إزاي في الإعلان، لكن أنت دلوقتي ممكن تقول لل AI اكتب إعلان وظيفة لمهندس خبرة 5 سنين ويكون في القاهرة ويكون بأسلوب ودي واحترافي، في ثواني هيكون عندك إعلان كامل وجاهز للنشر. نفس الكلام ممكن تستخدمه علشان تكتب إيميل ترحيب لموظف جديد اشتغل عندك. تاني مصطلح هنتكلم عليه ال NLP، وده ال Natural Language Processing. ده اللي بيربط ما بين اللغة بتاعت الكمبيوتر، لغة البرمجة يعني احنا لو هنقولها كده، ولغة البشر. فدي اللي بتدمج الاتنين وبتربط الاتنين ببعض علشان تقدروا تفهموا بعض، او الكمبيوتر يفهم انت بتتكلم ازاي. والتالت مصطلح هنتكلم فيه ال LLMs، اللي هي Large Language Model، ودي المخ او العقل اللي ورا كل الادوات دي، وهي عبارة عن انظمة ضخمة اتدربت على كميات هائلة من النصوص او الداتا البيانات، وده خلاها تقيم السياق وتكتب ردود منطقية. وديت زي شات جي بي تي، جيميناي، ديب سيك، نوت بوك ال امز. فكل المودلز دي او كل البرامج دي عبارة عن ال ال امز، فبتقدر ان انت بتتكلم معاها وتطلع لك رد ليها. ودلوقتي فهمنا الاساسيات والمصطلحات الاساسيه، نيجي للجزء الاهم ان هو ازاي يخلي الاي اي يديلك النتيجه اللي انت عايزها بالظبط. فالعمليه دي اسمها prompt engineering، او بالعربي كده هندسه الاوامر. ففكر فيها كده ان الفرق ما بين ان انت تطلب مثلا من موظف وتقول له اكتب لي اعلان وظيفة، غير لما تقول له اكتب اعلان وظيفة لمدير تسويق رقمي مسؤولياته كذا وكذا، ويكون الاعلان جذاب وموجه للمحترفين. انت بتطلب نفس الحاجة في الحالتين، لكن التانية بتديله تعليمات واضحة ومفصلة. فتخيل ان البرومبت ده هو التعليمات اللي بتديها لمساعدك الذكي زي تشات جي بي تي، ولو قلت له كلام من غير تفاصيل هيديلك اكيد نتيجة عامة وممكن ما تكونش مفيدة ليك، لكن كلامك واضح ومحدد هيديك بالظبط اللي انت محتاجه. خليني اقولك على 7 نصايح مهمة جدا علشان تعرف تعمل برومبت صح. فاول حاجة خليك محدد وواضح، وقول له بالظبط انت عايز ايه، كأنك بتشرح حاجة لموظف جديد لسه بيتعلم. فمثلا لو انا قلت اكتب اعلان وظيفة لمدير تسويق، هيديلك اعلان عام جدا يعني مش واضح كده مناسب ليك ولا لا. لكن لو انت كتبت له انا عايز اعلان وظيفة لمدير تسويق رقمي، الاعلان لازم يكون فيه المسؤوليات كذا وكذا، وانه يدير حملات على السوشيال ميديا مثلا ويحلل بيانات وليه
3 أشخاص والإعلان يكون جذاب ومكتوب بلغة احترافية، فأنت هنا حددت كل حاجة، وهو ده هيديلك نتيجة مظبوطة، وكل ما توضح أكتر الداتا هيديلك نتيجة أحسن. تاني حاجة اديله دور يلعب بيه، يعني لازم لما انت تكلمه توضح له ان هو مين، يعني انت ايه، او خليه يتكلم كأنه شخص معين زي خبير او مدير. فلو قلت له اكتب رسالة رفض للمتقدم للوظيفة دي، هيكتب رسالة عادية. لكن لو وضحت له ان انت بصفتك مدير توظيف شاطر ومحترف، اكتب رسالة ايميل مختصرة ومحترمة علشان ترفض بيها المتقدمين اللي مش هيتقبلوا في المرحلة الاولى. الرسالة دي لازم تكون فيها شكر لوقتهم وتتمنى لهم التوفيق. هو انت هنا عملت ايه؟ انت خليته يتصرف بشكل احترافي ومناسب للموقف اللي انت عايزه. تالت حاجة، اطلب التنسيق اللي انت عايزه، فقول له انت عايز النتيجة في شكل ايه، نقط، جداول، فقرات. فلو قلنا بس مثلا لخص تقرير اداء الموظفين، هيديلك ملخص في فقرات طويلة، لكن الصح ان انت تلخص تقرير اداء الموظفين عن اخر 3 شهور في شكل نقط رئيسية. النقط ديت لازم تشمل مثلا اهم الانجازات، المشاكل اللي واجهناها، المقترحات لتحسين الاداء، وخلي كل نقطة سطر واحد بس. فانت كده الملخص هيطلع مرتب وسهل ان انت تقدر تقراه او اي حد يقراه. رابع حاجة مهمة في البرومت التفاصيل، فانت حطه في الصورة علشان يفهم طلبك كويس. بمعنى ايه؟ يعني مثلا لو انت قلت له اكتب اسئله لانترفيو، هتكون اسئله عامه جدا. لكن لو انت قلت له اكتب 5 اسئله عن انترفيو لوظيفه بروجكت مانجر في شركه اسمها اي بي سي، وان هي شغاله مش في السوفت وير مثلا، بتستخدم الاجايل، طيب انت كده عملت ايه؟ انت وضحت له ايه المهام بالظبط اللي هو يعملها. خامس حاجه بقى هنتكلم عليها، ان انت تحدد له الجمهور اللي هيقرا الكلام دوت. قول له مين الشخص اللي الكلام هيوصل له، يعني مثلا هتكتب رساله ترحيب لموظف جديد تشتغل، كده هتكون عامه. طيب لو انت قلت له بقى ايه، اكتب رساله ترحيب رسميه لموظف جديد ان هو هينضم لفريق الاداره، والرساله هتكون من مدير الموارد البشريه، ولازم يكون فيها ترحيب حار وان انت متحمس لانضمامه وان انت تاكد على اهميه دوره في الشركه. كده الرساله هتطلع مناسبه للبوزيشنز، وهتطلع مناسبة كمان لأي حد هيستقبلها. سادس حاجة، استخدم لغة بسيطة وواضحة، ما تعقدش الكلام. بلاش ان انت مصطلحات صعبة بقى، وان انت تكتب عايز استنباط آلية لتقييم كفاءة الموظفين المستجدين باستخدام معايير التقييم الكمي والنوعي. خليك أبسط من كده، يعني خليك تكتب مثلا ايه، اكتب خطوات بسيطة علشان تقيم اداء الموظفين الجدد في فترة الاختبار. الخطوات دي لازم تشمل كذا وكذا وكذا وكذا، ومتابعة اسبوعية، وتقديم تغذية راجعة. فكل الكلام دوت مثلا بيقول لك ايه، ان الكلام دوت واضح وبسيط، فهيقدر يتفهم بسهولة من غير تعقيد. سابع حاجة بقى، راجع راجع راجع، ودي الأهم. المراجعة، لو النتيجة الأولى مش عجباك اطلب منه ان هو يغيرها ويحسنها. زي مثلا تقول له النتيجة كويسة بس احنا عايزين نخلي الإعلان أكثر حماس، نغير كلمة ان هو يجب، ان هي هتقول ان انت هتقوم بكذا او هتشارك، بدل ما ان هي ايه اسطمبة واحدة. كده هتوصل للنتيجة اللي انت عايزها في دماغك بالظبط. فكل ما كنت واضح ومحدد في طلبك، كل ما كان ال AI هيساعدك بشكل افضل، وهيوفر عليك وقت ومجهود كبير في شغلك ايا كان الاداره اللي انت شغال فيها. هنا بقى هنتكلم عن ال AI مش مجرد اداه للكتابه، لا ده بقى كمان يقدر يعمل مهام كامله اوتوماتيك. ودي بنسميها ال AI automation او الاتمته. فمثلا ممكن سيستم يقرا لك السيفيهات ويصنفها ويبعت ايميل شكر للموظفين او للمرشحين، او اداه تعمل جدوله للانترفيوز اوتوماتيك ما بين المدير والكانديديت، فحسب بقى المواعيد المتاحه اللي موجوده عندك. والاقوى بقى من الاوتوميشن الاي اي ايجنت، وده برنامج مستقل هو بيعمل لك بقى ايه الشغل المعقد. يعني مثلا هتقول له ايه، بدور لي على احسن 5 مرشحين وحدد معاهم ميعاد، وهو هيقوم بكل الخطوات دي لوحده. فمع كل الباور ده، انت ممكن يكون في خطر او تهديد ليك من ال AI على فكرة. فساعات ال AI بيخترع معلومات مش مظبوطة ومش دقيقة، ودي بقى بنسميها ال AI hallucination او هلوسة الذكاء الاصطناعي. يعني مثلا ممكن يقولك ان المرشح عنده شهادة جامعية معينة وهي اصلا مش موجودة، او بيعمل statics واحصائيات لارقام مش موجودة في اي مصدر. فالحل بسيط واضح، زي ما قلت لك في الاول،
تراجع. ال AI مساعد، لكن هو مش السلطة النهائية. التدخل البشري والمراجعة هم صمام الأمان اللي لازم يكون موجود دايما قبل أي قرار مهم. ماشي يا أبو حميد، الكلام حلو جدا. طيب هننفذ إزاي؟ خلينا كده على أرض الواقع. هو أحسن طريقة إن احنا هنعملها إزاي؟ هنبتدي بمشروع تجريبي صغير، فاختار مهمة واحدة روتينية في الشغل، زي مثلا فرز السيفيهات لوظيفة واحدة بس، وجرب تطبق عليها اللي اتعلمناه. فقيس النتائج، ولو نجحت ابدأ توسع التطبيق ده شوية بشوية. فابتدي صغير وبعد كده كبر المشروع واحدة واحدة. فعلشان تعمل ده لازم يكون في 3 حاجات أساسية: البرومت يكون واضح، المراجعة علشان تتأكد وما تعتمدش 100% على ال AI، وتالت حاجة ال AI موجود علشان يزود الإنتاجية ويوفر الوقت، فأنت محتاج منه إيه؟ وبكده أنا قلت لك على أول خطوة في رحلتنا مع موارد بشرية بتقنية ال AI. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان توصلك الحلقات اللي جاية، وتقول لنا في الكومنتات لو في موضوع معين وحابين نتكلم عنه في الحلقات اللي جاية، هقدر أساعدكم فيه إن شاء الله. وأشوفكم على خير. السلام عليكم.